بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في ما ذكر المؤلف حفظه الله تعالى في سنن الصلاة، وقد مر معنا السنن أثناء أولا السترة وما يتعلق بها، ثم السنن أثناء القيام، ثم قال أثناء الركوع يسن ما يلي. قال: يسن وضع اليدين على الركبتين كالقابض عليهما ويفرج الأصابع، لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع، إذا كبر أي للركوع أو تكبيرة الإحرام، مر معناه رفع اليدين في 3 مواضع. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه: وفرج بين أصابعه من وراء ركبته، أي هذه الركبة يجعل أصابعه هكذا مفرقة ويقبض على ركبته، يفرق بين أصابعه، لا يجعل أصابعه هكذا على ركبته، بل السنة أن يفرج بين أصابعه ويقبض على ركبته. قال: إذا كبر وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، في حديث أبي مسعود: فرج بين أصابعه من وراء ركبته، أي فرج بين أصابعه وقبض على ركبته، بالركبة اليمنى باليد اليمنى والركبة اليسرى باليد اليسرى. قال: ويسن للراكع أن يمد ظهره مستويا، أي إذا ركع أن يسوي ظهره، لا يجعله مقوس كالقوس، بل يسوي ظهره. قال: لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، كما هو الحديث المتقدم: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وهصر ظهره أي ثناه في استواء غير تقويس، أي غير مرتفع من الوسط، بل يجعله مستو، وسطه وأوله وآخره. قال: وكذلك يسن أن يكون رأسه على مستوى ظهره، فلا يرفعه ولا يخفض، أي رأسه لا يجعله مرتفع عن ظهره ولا يجعله منخفض، بل يجعله مستو مع ظهره. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وفيه قالت في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، أي بين الرفع وبين الخفض، مستو مع ظهره. قال: ويشخص بضم الياء وإسكان الشين، أي لم يرفع رأسه، وبضم الياء وفتح الصاد يصوبه، أي بضم الياء وفتح الصاد أي لم يخفضه خفضا بليغا، بل السنة أن يجعله مستويا مع ظهره. وإذا نظرنا إلى أكثر المصلين في هذه الأيام لرأينا أنه يقوس ظهره، أنه يجعل ظهره مقوسا، وهو يستطيع. بعضهم قد لا يستطيع لكبر سنه، هذا معذور. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمر
مطلق، سواء كان الأمر للوجوب أو للاستحباب، سواء الأمر كان للوجوب أو للاستحباب يأتي العبد بقدر استطاعته. فبعضهم يعني كبير السن لا يستطيع، وبعضهم قد يكون مريضا، هذا معذور، لكن كثير من يعني الشباب وكذلك يعني الرجال يعني لا يسوي ظهره مع استطاعته أن يسوي ظهره، فهذا من يعني النقص في الصلاة، وإن كان هذا مستحب، لكن كما تقدم معنا ينبغي على العبد أن يأتي بالأركان والواجبات وكذلك المستحبات لكي تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أما إذا لم يأتي بالمستحبات ثم بعد ذلك يقول لماذا أنا أصلي وأنا أفعل يعني المعاصي، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت لم تقم بالصلاة كما أمرت حق القيام، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة أولا أمر بالإقامة المأمور بها بإتيانها بجميع أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها، فإذا قام العبد بالقيام بالصلاة كما أمر فإنه يتحصل على النتيجة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال يسن للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، أي يعني يركع ويجعل مرفقيه هكذا، لا يجعلها ملتصقة يعني جنبيه ببطنه، لا يجعلها ملتصقة ببطنه، هذا مستحب أيضا، لكن كما سيأتي معنا التنبيه إذا لم يكن بجانبه أحد ولا يؤذي أحد، فإن كان سيؤذي أحدا فلا تطبق السنة مع الأذية، فالأذية محرمة، وترك المحرم أولى من عمل السنة، كما سيذكر المؤلف. قال أن يباعد يديه عن جنبيه لحديث أبي مسعود رضي الله عنه السابق، وفيه ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، والمجافاة هي المباعدة، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذي من بجانبه، فإنه لا ينبغي للمصلي أن يفعل سنة يؤذي بها غيره من المصلين. نعم، لا ينبغي له أن يفعل سنة يؤذي بها غيره من المصلين، أي سنة من السنن في الصلاة كالمجافاة، وأيضا جلسة التورك إذا كان يؤذي من بجانبه فإنه لا ينبغي له أن يفعل هذه السنة، لأن الأذية محرمة وهذا العمل سنة، وكما تقدم معنا أنه يعني لا يفعل المحرم لأجل يعني فعل سنة، بل الواجب ترك يعني المحرم الذي يؤدي إلى ترك السنة، تقديم ترك المحرم على فعل السنة، فإذا كانت السنة تؤدي إلى محرم فإن في هذه الحال لا يجوز فعل هذه السنة وفعلها محرم. لماذا؟ لأن فيها أذية. نقول هذه السنة كيف فعلها محرم؟ نقول لأن فيها أذية، لأنها تؤدي إلى محرم. قال النووي رحمه الله عن المجافاة: ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا. قال: يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع، فيسن للراكع أن يأتي مع سبحان ربي العظيم أذكارا أخرى وردت في الركوع، ومما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي،
كما ذكر من حديث عائشة متفق عليه. وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا هذا من حديث عائشة كما ذكر المحشي. قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أيضا هذا من حديث علي. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا من حديث عوف بن مالك كما ذكر المحشي. قال ويسن أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في ركوعه، والسنة أن يعظم الله تعالى في ركوعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى، والأفضل أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي تقدم ذكرها. نعم، يعني أن يلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان رب العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكما تقدم معنا أن السنن إذا تنوعت فإنه ينبغي للعبد أن ينوع بينها لكي لا تهجر هذه السنن، كي لا تهجر هذه السنن أو يهجر بعضها. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.